كلشي عنده الجيمبل اليوم، ولكن واش ضروري في كل بروجي تستعمل هذا الجهاز العجيب؟ هذا سميتو رونين جيمبل ستابيليزاتور، سميه كيف ما بغيتي. المهم الخدمه ديالو هو انه يستابيليزي لنا اللقطات اللي كنصوروا ويعطينا واحد الموفمون سموث. ولكن واش ديما هادشي محتاجينه في التصوير ديالنا؟ بزاف ديال الشباب اليوم ولاو كيقدسوا شي حاجه سميتها الجيمبل او رونين. ما كانت عندهم شي خدمه بغاو يصوروها، واحد جوج ثلاثه ارى داك الجيمبل. يلا اللي خصو يكون هو كل واحد يصور راسو، واش انا محتاج لقطات بالجيمبل ولا محتاج لقطات بالترايبود ولا محتاج ترافلينغ ولا محتاج الهاند هيلد؟ شوف راه مزيان تطور التكنولوجي ومزيان يكون عندك الماتيريال الاخر ديالو ويكون عندك كاع المعدات ويكون عندك كاع الاوبشنز اللي ممكن تحتاج ويكون عندك احدث نسخه ديال رونين. ولكن نساو شويه عافاكم، رجعوا مرات ذوقوا الجماليه ديال اللقطات الثابته بالترايبود، اكتشفوا ايضا الجماليه والتاثير والاحاسيس اللي كيوصلها تصوير غير بيديك، كاميرا بيديك، الهاند هيلد. واحد الاشهار تصور مؤخرا في المغرب، واحد الممثل امريكي معروف وانتاج كبير جدا باش تكتشفوه وتشوفوه، سميتو كسمت، الا كنت كنطق الاسم هو هذاك. اشهار ديال واحد الشنطات، الا مشيتوا للاشهار غتلقاو 80 90% ديال اللقطات ديالو بالترايبود وشويه ديال الهاند هيلد وشي لقطات خفاف بالترافلينغ. وغتلقاو بان الاشهار جميل جدا كفيلم سينمائي تحفه، ما تبغيش انه تكون فيه غير 3 دقائق وانما تبغيه ما يساليش. لذلك ما تنساوش ترايبود، هاند هيلد وترافلينغ حتى هو. نساو عليكم رونين شي شويه. الاساس هو انه ماشي رونين كنفضلوها على ترايبود ولا العكس، ولكن الاساس كل حاجه عندها واحد التاثير معين وكل حاجه عندها واحد الاحساس ولا واحد الميساج كتوصلو من خلال ستايل باش كتصور اللقطات ديالك. ايوا نوع شويه في العطريه.